يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. النهارده هعمل معاكم الفيديو بتاع المشتريات او مشترياتي الاخيره. بشكركم من كل قلبي على كل الكلام الحلو قوي قوي اللي انتوا كتبتوه لي على اخر بوست انا نزلته على اليوتيوب. انا بحبكم كلكم، وفعلا انا كان نفسي اعرف ايه الحاجات الغلط اللي انا بقع فيها، او ايه الحاجات اللي ممكن تخليكم ما تبقوش حابين القناه او بتملوا من فيديوهاتي. بتكلم كتير، بقول كلمه كتير كده يعني. اهم حاجه ان الواحد دايما يحاول ان هو يحسن من نفسه. وبالنسبه لموضوع الخلفيه، والله انا مش ناسياها وهحاول ان انا اعملها. المشكله ان انا بصور قدام نور الشمس قدام الشباك بتاعنا يعني. فالمشكله ان عندنا كل الشبابيك او كل النور اللي جاي يعني من بلكونه او من شباك بيبقى دايما في الوش كده. تصميم شقتنا كله البلكونات كده او الشبابيك كده، وباقي الاوضه ورا، فما فيش اي شباك او حاجه في وشها حيطه او حتى نور يكون كويس. وجبت رينج لايت، حسيت ان الالوان فيه مش حلوه، او الوانه بتطلع الالوان غريبه كده. مش عارفه كل رينج لايت كده ولا رينج لايت اللي انا جبته بس، بصراحه مش عارفه بالظبط. بس انا دلوقتي اهو بحاول على قد ما اقدر ان انا اظبط موضوع الخلفيه ده. انا مش ناسياكم. المهم عشان ما ارغيش كتير واطول قوي قوي في الفيديو، هقول لكم كل المشتريات اللي انا جبتها. هي مشتريات هدوم وجزم ومكياجات. المكياجات مش كتير قوي يعني، بس قلت ان انا اطلع اقول لكم على الحاجات اللي جبتها في الفتره الاخيره. اول حاجه خالص من الحاجات اللي انا اشتريتها هي الفاونديشن ده من ال اي جيرل اللي هو الاتش دي. انا جايبه العاديه والبشره الجافه. هما مش كاتبين عليه ان هو بتاع البشره العاديه والبشره الجافه، بس يعني كل الناس اللي اتكلمت عنه قالت كده. وان هو كمان بيدي منظر كانه في زي ميه كده على وشك، عارفين اللي هو كانه مش منظر مات. فانا هنزل ريفيو عن الفاونديشن ده على طول، لاني اتكلمت فيه عن حاجات كتير قوي. الفاونديشن ده ب 280 جنيه وانا شارياه من عند اماني. كونسيلر ده من ان واي اكس، شارياه ب 200 جنيه من عند ساره من عندنا هنا في اسكندريه. انا هسيب كل اللينكات بتاعت الناس اللي انا بشتري منها الحاجات تحت في الديسكريبشن بوكس عشان تبقوا عارفينها يعني، او عارفين توصلوا لهم ازاي. الكوريكتور ده مبدئيا كده ريفيو سريع عليه. الكوريكتور ده قوامه لما تيجي تطلعيه من الجار بتاعه، او لما تيجي تطلعيه من اسمه ايه، البرطمان بتاعه ده، بتلاقي ان هو ستيكي شويه او تقيل شويه صغيرين. بس لما بتيجي بتدمجيه بتلاقي ان هو حلو قوي، مش بيدخل في الخطوط، شكله طبيعي جدا جدا تحت العين. بتحطي فوقيه الكونسيلر كانك ما حطيتيش حاجه خالص، يعني مش كانك ما حطيتيش حاجه خالص في التاثير بتاعه، لا بيعمل تاثير وفعلا بيغطي الهالات السوداء، او يعني بيعمل كوريكت للهالات السوداء. بس في نفس الوقت كمان ان هو لما بتيجي تحطي فيه الكونسيلر كانك حطيتيه فوق جلدك خلاص. لكن بتاع ال اي جيرل مهما كان الكونسيلر اللي انت حطاه فوقيه حلو وشكله حلو وامور وكل حاجه، بتلاقي ان هو دخل في الخطوط كده وشكله بقى مش حلو خالص. بس الكوريكتور ده لا، مش كده خالص. انا شايفاه ان هو حلو قوي، بس انا دايما بحط عليه نقطه زيت بسيطه قوي عشان ادمجه، لان انا تحت عيني جاف جدا جدا جدا. فدي مش مشكله الكونسيلر، دي مشكله تحت عيني انا. بس لما تيجي تدمجيه وبعد كده لما بيتفرد وشكله تحت العين بيبقى حلو قوي. انا بصراحه مش شايفه له اي عيوب خالص، ولونه كويس. انا سمرة قوي، بس برغم ان انا سمرة قوي كان برضو الكوريكتور بتاع الاورنج بتاع ال اي جير كان بلاقيه ان هو حتى لما باجي احط فوقيه الكونسيلر كنت بحس اني تحت عيني قلب اورنج مهما كنت بخففه. لكن ده حطي منه مهما ما بتحطي مش بتلاقي ان في لون اورنج كده تحت عينك، او يعني كانك كده مضروبه بوكس في عينك، لا خالص بجد. باليت الاي شادو دي من بايبيلا او بيبيلا، مش عارفه بصراحه النطق الصح للبراند نفسه ايه. البراند دي كذا حد اتكلم عنها وقال ان هي بديله المورفي. ف ده شكل الباليت من جوه اهي، ده شكلها كده. جات لي غلط فهبيعها، مش هخليها، لان انا كنت طالبه باليت تانية، او يعني كنت عايزه باليت تانية. انا اللي اتلخبطت فاتكسفت اقول للسيلر ان انا مش عايزاها. نيجي للحاجه اللي بعد كده اللي اشتريتها، هي باليت الاي شادو دي من مايت سينما. ده شكلها. الباليت دي اتشهرت قوي في الفتره الاخيره، واوريدي عامله عنها ريفيو عندي في القناه. فاللي عايز يعرف اكتر عنها او عايز يعرف رايي فيها يعني يروح يتفرج على الريفيو بتاعي. بس يعني المختصر المفيد للناس اللي ما بتحبش الريفيوهات او ما بتحبش من فيديو لفيديو، الباليت دي لو انت عايزه باليت استخدام شخصي واستخدام خفيف وخروجات يعني كده متوسطه، يبقى اشتريها. لكن لو انت عايزه تقلدي لوكات الممثلين او لوكات اليوتيوبر، انسي الباليت دي خالص. عايزين تعرفوا اكتر وتشوفوا سواتشات بقى وتشوفوا اللوك اللي انا عملتها بيه، روحوا اتفرجوا على الفيديو، هسيبه لكم تحت في الديسكريبشن بوكس. الحاجه اللي بعد كده هي البلاشر ده من لونا درجه 511. انا عندي كذا بلاشر من لونا، ودي الدرجه الجديده اللي انا اشتريتها. بصراحه بلاشرات لونا انا بحبها قوي. ده شكل الدرجه.
الدرجه دي لو انتي غامقه او لو انتي لوني يعني ما يتهيأليش ان هي هتبقى باينه قوي عليكي. اخف بيجمنت انا جربته في البلاشر بتاع لونا هو البلاشر او الدرجه دي، يعني ما حسيتهاش قوي، بس حسيت ان هي لما بتقلي الفرشه قوي بتدي لون جميل. بيتهيألي ان اللون ده يليق اكتر بكتير على البيض، يعني لو انتي بيضه بيتهيألي اللون ده هيبقى حلو قوي معاكي. ودي كانت ب35 جنيه. والحاجه اللي بعد كده هي مزيل الميك اب ده من ايفون، انا لسه شارياه الشهر ده، اشتريته ب35 جنيه. اتكلمت عنه في الحاجات اللي اقل من 50 جنيه او المنتجات اللي حبيتها اقل من 50 جنيه. اوريدي مجرباه قبل كده، ودي تقريبا يمكن العلبه الثالثه او العلبه الرابعه يمكن اللي اشتريها منه، من احلى الحاجات اللي انا بحبها. اللي بعد كده اللي اشتريتها هي قلمين الروج دول من MN الخشب دول، اتكلمت عنهم قبل كده في مفضلاتي برضو، قلت ان انا بحبهم جدا جدا. الروج ده يمكن 5 درجات، بحبه بطريقه مش طبيعيه، مش قادره اقول لكم بحبه قد ايه. دول الدرجتين اللي انا جبتهم، الدرجه دي والدرجه دي. الدرجه الفاتحه او اللي هي الدرجه دي رقم 17، والدرجه الثانيه رقم 25. الدرجه 25 موف بنبيتي كده، والدرجه الرقم 17 دي بصراحه مش عارفه، يعني مش عارفه ده لون ايه. هو عارفين الروز باورنج شويه، هو الدرجه بتاعته عامله كده، وكان سعرهم 15 جنيه او 17 جنيه حاجه كده. والروج ده سعره كان 20 جنيه، وده درجه 05. ثانيه اعمل لكم سواتش من 05. ده شكل الدرجه، تمام. هي بني مديه على طوبي كده شويه، الدرجات دي انا بعشقها. والروج ده كان ب20 جنيه، تمام. الارواج او الحاجات الكوبي دي انا شارياها من محل في شارع الاسكندراني في وش صيدليه ابو زياده، للناس اللي من عندنا هنا في محرم بيه، او للناس اللي عندنا هنا في اسكندريه. نيجي للحاجه اللي بعد كده اللي اشتريتها هي اللبس انا اشتريت البنطلون ده. انا معظم بنطلوناتي بجيبهم من ميس ليلي، ده ب199 جنيه اهو. ده شكله يعني ب200 جنيه. ده شكل البنطلون، هو بنطلون عادي زي معظم بنطلوناتي، كل ما انزل اشتري بنطلون لازم اشتريه بالمنظر ده. البنطلون مقطع كده من هنا من على الركبه، وبرده مشرشب، ولونه ازرق، بس ده ازرق فاتح. يعني ماما سالتني سؤال لولبي، قالت لي ايه الفرق بين ده وبين بنطلون العيد؟ قلت لها لا، البنطلون ده ازرق فاتح، البنطلون بتاع العيد كان ازرق غامق سيكا. بصيت لي كده واللي هي عايزه تقول لي حسبي الله ونعم الوكيل. المهم ان انا اشتريت البنطلون ده اول بنطلون، او يعني ده شكل البنطلون اللي انا اشتريته. والمشكله بقى ان انا اتفاجئت بعد ما روحت او مركزتش ان هو مقطع، بس مقطع على الرجل، يعني على الرجل من جوه، فدي حاجه انا ما حبيتهاش فيه. وده شكل الجيوب بتاعته من ورا، ده شكله كده مفيهوش اي حاجه خالص، ازرق عادي طبيعي جدا، وكان ب199 جنيه. ده كان من محل ميس ليلي اللي في شارع جمال عبد الناصر. الحاجه اللي بعد كده البلوفر ده بلوفر كده عامل شبه الاوفر سايز، انا بحب قوي البلوفرات دي. البلوفر ده اوفر سايز وقصير كده، بيتلبس على البنطلونات الهاي ويست، لما بتبقي لابساه كده وبتبقي تانيه البنطلون من تحت والبنطلون بيبقى قصير شويه، بيبقى الشكل حلو قوي. بحب الحاجات اللي هي الواسعه شويه دي، ليه؟ لان الحاجات دي مثلا لو عندك بطن شويه بتخفيها او بتداريها، ما بتبينش ان انت عندك جناب، ما بتبينش ان انت عندك بطن. للحيل يعني، او من الحيل بتاعتي اللي انا بعملها عشان اداري بطني، او عشان اداري مثلا لو انا اكل تقيله او عندي كرش او كده، يعني لاني عادي طبيعي زي كل الناس ببتدي ان انا املى في ايام واخس في ايام وكده يعني. المهم اني بعمل ايه، بشتري بنطلونات هاي ويست. اوعي ابدا تشتري بنطلون لو ويست اللي هي البنطلونات اللي نازله لتحت دي، وما تلبسيش حاجه محدده شكل البطن او محدده شكل الوسط، لان الحاجات دي بتبين قوي قوي شكل بطنك وشكل جنابك، فبتبين الشكل مش حلو. ودايما اشتري البلوفر او البلوزه اللي انت هتشتريها لو انت بتلبسي قصير، يعني ان هي تكون في النص بتاع السوسته بتاعه البنطلونات بتاعه الهاي ويست، تمام. يعني ما تجيبيش البلوفر قصير قوي وتبقي لابسه بنطلون هاي ويست، هيبين جدا جدا بطنك. دي الحاجه التانية اللي انا اشتريتها. الحاجه التالتة اللي انا اشتريتها هي الجزمه دي. جزمه شموا كده، ده شكلها. بحب قوي ستايل الجزم ده. كنت شاريه جزمه شبهها كانت من المنشيه، بس الجزمه التانية كانت جلد، لكن دي شموا. الجزمه دي كانت ب200 جنيه، كنت جايباها من بالي اللي عندنا في محطه الرمل. بالي موجود في محطه الرمل، وموجود في الابراميه، موجود في كذا مكان يعني. انا كنت محتاجه جزمه تكون شموا كده للشتاء، واللي هي الجزم اللي بيتلبس عليها البنطلونات الهاي ويست اللي بتتني من تحت دي. بحب الستايل ده جدا. الحاجه اللي بعد كده اللي اشتريتها، اشتريت الجزمه دي من 14. ده شكلها. الجزمه دي كانت
مش متذكر يا جرمين. دي كيسة 14 اهي، دي الكيسة. الجزمة دي كانت ب160 جنيه. ثانية واحدة. الجزمة دي كانت ب180 جنيه او ب179 جنيه اهو، ده السعر بتاعها كده يا بنات. هي دي كانت المشتريات بتاعتي. انا عارفه ان هما مش كتير قوي، بس قلت ان انا اطلع اشارككم، لاني عارفه احساس البنت كده وهي عماله تشتري في حاجات وحطاهم كلهم قدامها كده ومحوطاهم حواليها، بيبقى احساس مش طبيعي، بتبقي فرحانه فرحه الكلب. المهم ما علينا، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب